العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام تلبية للدعوة الموجهة إليه من أخيه فخامة الرئيس محمد خاتمي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، حيث يجري مباحثات معه ومع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين تتناول سبل تعزيز العلاقات الأخوية ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تنسيق جهود البلدين من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز مسيرة التضامن الإسلامي وتطورات القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان في وداع الأخ الرئيس في مطار صنعاء الدولي الأخ عبد الرب منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، والأخ الدكتور عبد الكريم الأرياني رئيس مجلس الوزراء، والأخ القاضي عبد الكريم العرشي مستشار رئيس الجمهورية، والأخ القاضي محمد إسماعيل الحجي نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من الإخوة الوزراء وأعضاء المجلسين الاستشاري والنواب وقيادات الأحزاب والمنظمات السياسية وكبار ضباط القوات المسلحة والأمن. ومير جعفر الزعفر شاجي القائم بأعمال السفارة الإيرانية بصنعاء. هذا ويضم الوفد المرافق للأخ الرئيس الإخوة عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس الاستشاري، عبد القادر باجمال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، يحيى الراعي نائب رئيس مجلس النواب، مجاهد أبو شوارب مستشار رئيس الجمهورية، أحمد مساعد حسين وزير الثروة السمكية، عبد الملك السياني وزير النقل، عبد الله حسين الدفعي وزير الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري، عبد الله حسين البشيري أمين عام رئاسة الجمهورية، والإخوة أحمد الكحلاني وأحمد عبيد القاطبي عضوي مجلس النواب، وطارق الفضلي ومحمد علي عجلان عضوي المجلس الاستشاري، ووفدا من قيادات أحزاب المعارضة يضم الإخوة القاضي أحمد الشامي أمين عام حزب الحق، وأحمد علي سعيد أمين عام حزب التحرير الشعبي، ومحمد قحطان رئيس الدائرة السياسية في التجمع اليمني للإصلاح، بالإضافة إلى الأخ عبد الله صوفان أمين عام مجلس النواب، والشيخ حسين بن عبد الله حسين الأحمر عضو اللجنة الدائمة. غادر الأخ الشيخ عبد الله بن في تعبير متجدد عن نهج الحكمة اليمانية في السياسة الخارجية لبلادنا بناء وتعزيزا وتطويرا لعلاقاتها مع مختلف دول العالم، تحقيقا للمصالح الوطنية وتوسيعا لآفاق التعاون المشترك، استهل الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ابتداء من 25 من شهر مارس جولة زيارات رسمية إلى كل من دولة كندا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والفاتيكان. يرافقه وفد رسمي يضم الإخوة عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس الاستشاري، وعبد القادر باجمال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، وجعفر باصالح نائب رئيس مجلس النواب، ويحيى المتوكل عضو المجلس الاستشاري،
ومحمد الخادم الوجيه وزير النفط والثروات المعدنية، وأحمد محمد صوفان وزير التخطيط والتنمية، وعبد الله البشيري أمين عام رئاسة الجمهورية. كما يرافق الأخ رئيس الجمهورية وفد حزبي من قيادات أحزاب المعارضة يضم الإخوة عبد الوهاب الآنسي الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح، وعبد الملك المخلافي الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، ومحمد غالب أحمد عضو المكتب السياسي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، وعبد الجندي الأمين العام للحزب الناصري الديمقراطي، وعوض البترة الأمين العام لحزب الرابطة اليمنية، بالإضافة إلى وفد كبير من رجال المال والأعمال ورؤساء الصحف ووسائل الإعلام الرسمية. أمستردام العاصمة الهولندية كانت محطة توقف قصيرة للأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في مستهل جولة الزيارات الرسمية هذه التي يقوم بها لعدد من دول العالم. ولتصل الطائرة اليمنية المقلة للأخ رئيس الجمهورية والوفد المرافق له بعد قرابة 9 ساعات من الطيران إلى العاصمة الكندية أوتاوا، ليستهل بذلك الأخ رئيس الجمهورية زيارته لدولة كندا، والتي تأتي تلبية لدعوة رسمية من الحاكم العام والحكومة الكندية، وتعتبر أول زيارة لرئيس يمني إلى هذه الدولة الكبيرة المساحة والغنية بثرواتها وقدراتها الاقتصادية، فهي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحتها قرابة 10 ملايين كيلومتر مربع، وتشكل بثرواتها المعدنية وإنتاجها الصناعي والزراعي واحدة من أهم القوى الاقتصادية في العالم. الأهمية الخاصة التي أولاها الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لزيارته هذه الدولة كندا تطلعا لتحقيق أكبر قدر من الإنجاز لصالح الأهداف والغايات الوطنية اليمنية اقتصاديا وسياسيا، وتفاعلا مع الهموم الإقليمية والعربية والاهتمامات الدولية المشتركة، التقت في تناغم كبير مع ذلك الاهتمام والتقدير والحفاوة الواسعة التي حظيت بها هذه الزيارة التي يقوم بها الأخ رئيس الجمهورية على مختلف المستويات في الدولة الكندية ومن قبل مختلف المسؤولين وعلى امتداد أيام الزيارة. الاستقبال الرسمي الكبير الذي أقامته السيد إدريان كلاركسون الحاكم العام لكندا للأخ رئيس الجمهورية والوفد المرافق له فور الوصول إلى كندا أعطى مؤشرا منذ البداية على ذلك التقدير والاهتمام الذي يوليه الكنديون لهذه الزيارة والاحترام والإعجاب اللذان يحملانهما للقيادة والسياسة اليمنية لإنجازاتها وطموحاتها الحضارية، سواء على الصعيد التنموي أو البناء الديمقراطي أو السياسة الخارجية الحكيمة والعقلانية. برنامج زيارة الأخ رئيس الجمهورية لدولة كندا كان حافلا بالفعاليات واللقاءات التي تترجم الأهمية التي يوليها الطرفان لها، والتي تغطي مختلف الغايات المشتركة في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بينهما وتعميق التفاهم والتناغم في المواقف والتحركات إزاء مختلف القضايا والاهتمامات المشتركة. وفي حفل العشاء الكبير الذي أقامته السيدة إدريان كلاركسون الحاكم العام لكندا على شرف الأخ رئيس الجمهورية والوفد المرافق له، وحضره السيد جان كريتيان رئيس الوزراء الكندي وحشد كبير من كبار المسؤولين ورجال الأعمال الكنديين والسفراء العرب، أبرزت الكلمتان اللتان ألقاهما الأخ رئيس الجمهورية والحاكم العام لكندا تلك الأبعاد التي يراها الطرفان لأهمية هذه الزيارة والتقدير الكبير الذي يكنه الكنديون لليمن قيادة
وسياسة وقدرات اقتصادية واعدة وعراقة تاريخية تليدة. حيث قالت السيدة كلاركسون الحاكم العام لكندا في كلمتها: إن معالم تاريخ اليمن العريق والجذاب ما زالت واضحة لحد اليوم، ومع ذلك فإن اليمن يبرز على الساحة الدولية كبلد عصري وحديث. فبعدما ظل لغزا غامضا لعصور عديدة، استطاع اليمن في ظرف عقود قليلة أن ينفتح على العالم كبلد يؤمن بالديمقراطية ويتوفر على إمكانيات وقدرات هائلة للمستقبل. ولم يكن هذا التحول سهلا، ونحن ككنديين واعون تماما بالصعوبات والتحديات الهائلة التي يواجهها بلدكم.